أكلتنا النهاردة مش هتاخد معاكي أكتر من 10 دقايق وانتي واقفة في المطبخ. النهاردة هنعمل الكفتة المشوية في الطاسة على البوتاجاز وانتي واقفة كده، مش هندخلها كمان الفرن ولا عايزين شواية ولا فحم ولا هندخن ولا أي حاجة خالص. يعني الموضوع سهل جدا وبسيط. وكمان هنعملها من ربع كيلو لحمة مفرومة بس. يعني كمية اقتصادية وطعمها تحفة جدا وجوسي وطرية ومش هتنشف معاكي، وهتكون مفرغة من جوه. وبصوا حاجة كده في منتهى الجمال. مش هتعملي غير الطريقة دي على طول. يلا بينا لايك الفيديو ونشوف مع بعض الطريقة. ده ربع كيلو من اللحمة المفرومة، فرمت معاه قطعة كده من الدهن او اللية، يعني تكون في حجم البصلة متوسطة. لازم يا جماعة الكفتة يكون فيها كمية دهن كده علشان ما تفكش منك وانت بتصبعيها. هنضيف بقى عليها باقي مكونات الكفته بتاعتنا العاديه خالص. عندي بقى هنا بصله متوسطه مفرومه ناعم، بالميه بتاعتها، مش بصفيها ولا اي حاجه خالص. عايزه اقولك ان احنا هنحط نفس الكميه ونفس المقادير اللي كنا بنحطها على نص كيلو لحمه، هنحطها هي بس على ربع كيلو لحمه. هنزل بقى عليهم بربع كوبايه من البقسماط الناعم. لو عندك فينو بايت اطحنيه كده في الكبه وخدي منه ربع كوبايه. طبعا البقسماط هيخليها كده متماسكه وما تكشش منك ابدا. عندي كمان هنا طماطمايه كده وسط، قطعتها قطع صغيره زي تقطيعه السلطه. وعندي كمان نص معلقه صغيره من البيكنج باودر علشان تخليها كده هشه معاكي كده وخفيفه ومتبقاش مكتومه من جوه. بالنسبه بقى للبهارات بتاعتنا، عندي معلقه صغيره مليانه من الملح، نص معلقه من الكزبره الناشفه، نص معلقه من البابريكا علشان اللون، ونص معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من السبع بهارات، وربع معلقه صغيره من القرفه. هنجيب بقى الكبه بتاعتنا تاني ونحط كل مكوناتنا بعد ما قلبناهم كويس جدا. هنحطهم بقى في الكبه ونديهم ضربه ناعمه جدا جدا. الكبه بتاعتي لسه فارمه فيها اللحمه، انا بجيب اللحمه كده من عند الجزار مكعبات وبفرمها انا في البيت. مش بكون ضامنه خالص اللحمه المفرومه اللي بتكون جاهزه كده عند الجزار. بيكون فيها طبعا دهون كتير وشغط وحاجات كده مش كويسه. فانا بجيبها زي ما هي كده لحمه وبضيف لها انا بقى الدهون في البيت وبفرمها عندي زي ما انتوا شفتوا كده في الكبه. كده خلاص العجينه بتاعتي او عجينه الكفته اتضربت معايا ناعم جدا جدا زي ما انتوا شفتوا. ومفيش اي حاجه باينه خالص فيها، كلها بقت عجينه واحده. ينفع طبعا تعجنيها كده بايدك، لكن مش هتاخدي النتيجه دي ابدا. طبعا العجينه ملزقه جدا، فدهنت ايدي كده بمسحه من الزيت ولميتها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا مش هينفع اشتغل فيها خالص دلوقتي وهي سخنه كده. هدخلها الفريزر 10 دقايق، لو مش مستعجله دخليها التلاجة نص ساعه، وبعد كده خرجيها وصبعيها. بعد ما سبتها كده في الفريزر حوالي ربع ساعة واتشمعت معايا وبقت زي الفل وبقت متماسكة جدا. طلعتها بقى كده وجبت بقى طبق هنا كده فيه معلقتين كبار من الزيت. ودهنت الطبق اللي انا هرص فيه صوابع الكفتة. وكمان دهنت ايدي بالزيت. وجبت بقى كده معلقة خشب او عيدان الشيش طاووق او اي حاجة نصبع عليها. انا بحب الكفته بتاعتي تكون متفرغه كده من جوه، بتكون هشه جدا كده وخفيفه وبتكون زي بتاعتي الحياتي بالظبط. لو انت مش حباها خلاص مفيش مشكله، صبعيها كده عادي خالص ورصيها في الطبق بتاعك، بس لازم تكون في مسحه زيت علشان ما تلزقش كده في ايدك. خدي بقى كده قطعه مناسبه من عجينه الكفته وصبعيها زي ما انت شفتي كده على العصايه بتاعت المعلقه، وظبطيها بالشكل ده وخرجيها وحطيها على الطبق. طبعا اتحكمي براحتك في حجم وطول الصباع زي ما انت عايزه. انا في الاول كنت عامله احجام كبيره شويه، بعد كده رجعت صغرتهم تاني وقللت الكميه. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهو. بصمي كده فيها صوابعك واسحبيها وحطيها كده في الطبق. تمام كده. عايزه اقول لك كميه الربع كيلو لحمه دي بالدهون طبعا اللي احنا كنا فارمينها معاها في الاول والبقسماط عملت معايا بالظبط 13 صباع كفته. يعني كميه حلوه جدا جدا. كده بقت جاهزه معايا خلاص. مش هندخلها التلاجة تاني ولا الفريزر ولا اي حاجه. على طول بقى كده على الطاسه عشان نحمرها مع بعض. الطاسه بقى بتاعتك الحلوه كده على النار وسخنيها كويس جدا جدا. هننزل فيها بمعلقه كبيره من السمنه البلدي او قطعه كده من اللي هنقطعها قطع صغيره وعليها معلقه كبيره من الزيت. مش هنكتر بقى دهون اكتر من كده. ما تنسيش بقى الكفته بتاعتك فيها كميه حلوه كده من الدهن فرمناها معاها، فطبعا هتنزل منها وقت السوى. هنسخن الطاسه بتاعتنا كويس جدا، مش هنزل فيها كفته غير لما تسخن كويس جدا جدا. بعد كده بهدي النار بتاعتي، ما بخليهاش عاليه قوي علشان ما تاخدش معايا لون بسرعه وتبقى لسه من جوه كده في قلبها مش مستويه. ولا بنهديها قوي علشان ما تنزلش ميتها وتفقد الفوائد بتاعتها. نزلت كده بنص الكميه بتاعتي، مش بحط الكميه كلها برضو علشان ما تنزلش ميتها. وطبعا بمجرد ما بتنزل كده بتاخد معاكي لون بنقلبها على الناحيه التانية. النار بتاعتي متوسطه يا جماعه ما تنسيش. ونفضل بقى نقلب فيهم بالشكل ده علشان ياخدوا نفس الدرجه ونفس السوى. بمجرد بقى خلاص كده ما تاخد الصدمه وتتشمع معايا كويس جدا، بنوسع بقى وبنحط باقي صوابع الكفته. لكن مش بننزل بيهم كلهم كده في الاول علشان اكيد اكيد هتنزل ميتها ومش هتكون معاكي حلوه خالص، هتكون معاكي ناشفه جدا.
يبقى كده خلاص اتشمعت معايا واخدت معايا اللون الحلو ده والصدمه الجميله دي. بنوسع كده بقى وبنحط بقى صوابع الكفته بالشكل ده اهو زي ما انتم شايفين. عايزه اقولك الموضوع كله مش هياخد معاكي اكتر من 10 دقايق كده وانت واقفه على البوتاجاز. بجد اسهل وانجز بكتير من انك تحطيها في الفرن. شايفين اهو. بالراحه بقى كده عليها وانت بتقلبيها علشان طبعا هي لسه ما استوتش معانا وطريه جدا، فممكن تتفتت منك وشكلها يبوظ. يا جماعه اللي عنده الماسك ده بلاش يستخدمه وهو بيقلب الكفته، لانه بجد أنا ما كنتش واخده بالي، كنت بتكلم مع ولادي فلقيته كده بيقرصها كده وبيبوظ شكلها. فالشوكه احسن بكتير. هو عامه بيبوظ اي حاجه بقلبها، يعني مثلا لو بعمل بانيه ولا حاجه برضو بلاقيه بيقرصها كده بيبوظها. كده خلاص بعد ما كل الكميه بتاعتي اخدت صدمه واخدت لون زي ما انتم شايفين، بهدي النار شويه عشان تستوي معايا من جوه. وكل دقيقه كده باجي وبقلبها على الناحيه التانية عشان تاخد نفس الدرجه وبنفس السوى. شايفين اهو. عايزه اقول لكم الاضاءه هنا ظلمه جدا جدا. لونها حلو جدا وريحتها كانت قلب الدنيا، بجد جميله جدا. ايدي فيها باستمرار مش بسيبها خالص. يعني العشر دقايق اللي هي استوت فيهم انا كنت بقلبها على طول، مش بسيبها علشان تاخد نفس الدرجه بنفس السوى. تمام كده. في الاخر بقى كده خالص لما اخدت بالي ان الماسك ده كده بيقرص في الكفته ويبوظ شكلها، ركنته بقى كده خالص وجبت بقى الشوكه بتاعتي المحترمه بنت الناس دي وقلبت بيها. شايفين اهو اللون بتاعها حلو جدا. وخلي النار بتاعتك متوسطه ما تعليهاش قوي علشان تستوي براحتها كده من جوه. اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا عندي على العين الصغيره حاطه كده فحمه صغننه كده علشان ناخد بقى التست الاخير. هغطيها بقى كده حوالي دقيقه واحده علشان اطمن ان هي مستويه خالص من جوه ومن بره. كده خلاص استوت معايا وبقت زي الفل. بجد يا جماعه ريحتها بجد وهم تحفه جدا جدا. شايفين بقى كده خلاص. هنطلع بقى الكفته بتاعتنا كده في طبق جانبي وهقولك بقى ليه دلوقتي. هنعمل خطوه حلوه قوي قوي. هي كده استوت خلاص وممكن تقفي عند الخطوه دي، بس الخطوه اللي انا هعملها دلوقتي لازم تعمليها. بجد فرقت جدا في طعمها وريحتها. كانت مخليها جوسي جدا جدا. شايفين بقى الدهون اللي نزلت من الكفته. هضيف عليها كده بصلتين متوسطين قطعتهم جوليان زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهبدا بقى اشوحهم في الدهون بتاعه الكفته على معلقه السمنه البلدي اللي انا كنت حطاها في الاول، لغايه ما تدبل معايا البصله. مش عايزاها تاخد معايا لون خالص، تدبل بس مش اكتر. هنضيف لها كده بس رشه بسيطه خالص من الملح. مش هضيف لها اي توابل خالص. طبعا البصله بتاعتنا شاربه من الدهنه النازله من الكفته اللي فيها توابل بقى وفيها كل حاجه. فمش هضيف غير رشه بسيطه بس كده من الملح وشكرا على كده. لغايه بقى ما تدبل معايا البصله نرجع نشوف هنعمل ايه. كده البصله دبلت معايا بالشكل ده من غير ما تاخد لون خالص زي ما اتفقنا. شايفين اهي. نيجي بقى دلوقتي نعمل ايه. هنجيب بقى طبق الكفته بتاعنا الجميل ده وننزل بقى بيه تاني على البصل بتاعنا، ونديهم بقى تقليبه حلوه كلهم مع بعض. عايزه اقول لكم طعم الكفته وريحتها بقى اجمل بكتير. بقت جوسي اكتر طريه اكتر كده من جوه، ما نشفتش معايا ولا اي حاجه. تقليبه كده حلوه كويس جدا كده اللي تحت وفوق واللي فوق تحت زي ما انتوا شفتوا بالشكل ده. بس كده يا جماعه مش اكتر من كده، ولا هنقطع بقى طماطم ولا هنحط توم ولا هنحط رشه بقدونس ولا اي حاجه تاني. هي بس كده وبقت زي الفل. هنغطيها بس كده بالغطا ربع دقيقه بس تاخد من طعم البصل وريحته. وبكده بقت جاهزه معانا وخلاص طفيت النار. بصوا شايفين شكلها طبعا زي ما قلت لكم الاضاءه ظلمه ظلمه ظلمه. هنوسع بقى كده حته صغيره ونحط الفحمه بتاعتنا اللي كنا مجهزينها ونطفيها بمعلقه صغيره من الزيت. بس يا جماعه مش اكتر من كده. عملنا كفته مشويه سريعه وسهله وبسيطه وطريه جدا جدا وعلى الفحم من غير فحم ولا اي حاجه خالص. 10 دقايق وتاخد بقى من ريحه الفحم ونقدمها على طول زي ما انتوا شفتوا بالجمال ده. شايفين بقى في احلى من كده، في اجمل من كده، في اسرع من كده. سهله واقتصاديه وسريعه جدا جدا. تعالوا بقى كده اوريكم قد ايه هي طريه جدا. بصوا. تحفه ومتماسكه وفي نفس الوقت طريه ودايبه جدا جدا جوسي بطريقه فظيعه. قدمتها بقى مع رز اصفر او مع عيش وطحينه بقى وسلطه زي ما انت حابه قدميها. ولادي واقفين جنبي مش صابرين خالص اخلص الفيديو، وبصراحه انا كمان مش قادره استنى فجبت كده لقمه وحطيت فيها صباع كفته. وعايزه اقول لكم على الجمال والحلاوه ايه ده بجد تحفه جدا جدا. انا من النهارده مش هعملها تاني غير في الطاسه. عايزه اقول لك كمان لو عايزه تزودي الكميه اكتر من كده افرمي معاها الفلفل الاحمر الكوبي الحلو ده. هيديلك طعم حلو جدا ولون حلو جدا جدا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتجربوها بنفس الطريقه بنفس المقادير. هتعجبكم جدا جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. كنت معاكم هبه فتحي، مع السلامه.